نبدا بقى حلقتنا وموضوعنا، وازاي الواحده يا ريهام تعرف ان شعرها جاف؟ بيبان عليه اول حاجه شكله مش صحي. يعني ايه شعر جاف؟ يعني فروه الراس الغدد الدهنيه اللي فيها مش شغاله كويس، كسلانه حبه، فما بتدينيش لا الزيوت ولا الفيتامينز اللي الشعر محتاجها، وبالتالي الشعر بيبقى شكله ضل، ما فيهوش لمعه، هايش، منكوش، كل الحاجات دي الشعر الجاف. اوكي. بس فهي هتلاقي ان هو شكله مش صحي، ومثلا لما بتغسله بعد 4-5 ايام لما يبتدي يزيت او يبقى فيه زيت عند جوده. طب ريهام قولي لي حاجه، هل احنا مولودين بشعرنا جاف ولا ممكن احنا كمان بايدينا نعمل شعرنا جاف؟ في ده وفي ده، في ناس مولودين فروه راسهم جافه فالدهون زي ما قلنا ما بتبقاش كتير. في ناس بقى بيخلوا بشرتهم تبقى فروه راسهم تبقى جافه من كتر ايه الصبغات والسشوار والبيبيليس. وفي ناس انا بعرف ناس بتصبغ يعني كتير جدا زي بتتريق على نفسها. لا بس ريهام اكيد طالما بتستخدمي برودكت صح ما بتحسيش بالجفاف ده، صح؟ لا ما بتحسيش بالجفاف. طب يعني ريهام ممكن نقدر نقول ان في اسباب داخليه اللي غصب عننا ان احنا مولودين بيها، واسباب خارجيه احنا اللي بنعملها بايدينا. بالظبط. طيب هنتكلم تاني والحلقه الثانيه على ليونور جريل. تعرفي كده قبل ما نقول الروتين للشعر جاف برضه مميزاته ايه يا ريهام؟ اوكي، هو براند معمول في فرنسا وبقى له 45 سنه. اول براند عمل شامبو طبيعي، اول براند خالص في العالم كله. يعني طيب. ايه طبيعي يا ريهام؟ طبيعي يعني ما فيهوش اي كيميكالز خالص، الرغوه اللي فيه رغوه طبيعيه. اوكي. وبينظف الشعر بشكل طبيعي وما فيش اي كيميكالز خالص فيه. اوكي. في 5 حاجات بقى مختلف فيها عن بقيه البراندات. اول حاجه ان هو ما فيهوش صوديوم سلفيت. صوديوم سلفيت ده لكل الناس اللي عاملين تريتمنت لشعرهم، سواء بروتين سواء كرياتين سواء نانو بروتين، يستخدموا حاجات لينور جريل كلها لان هي ما فيهاش صوديوم سلفيت اللي بيبوظ اي تريتمنت. اوكي. تاني حاجه سوب فري، انا ما بحطش على بشرتي صابون وانا بغسل، صح. ما ينفعش احط على شعر. باربن فري، باربن فري اللي هي كل المواد الحافظه، منها بقى اللي يندرج تحتها الفورمالين والحاجات اخف ضررا. دي مش موجوده خالص في لينور جريل. تار، كل تار فري ده للشعر اللي هو فيه قشره. قلنا في حلقه الشعر الدهني ان بيبقى ده الاطران، هي مش موجوده في منتجات لينور جريل. كل الحاجات دي موجوده في كل منتجات لينور جريل. طب ريهام يعني انت ما شاء الله رصيتي حاجات، الحاجات دي موجوده في الشامبوات العاديه والمنتجات العاديه؟ بشكل مختلف. يعني هتلاقي في حاجتين فيهم سوب وفيهم صوديوم سلفيت، في حاجه تانية فيهم كول تار، في حاجه تانية يعني باختلافهم. انا اسفه، طب لو ال5 دول اتجمعوا في شامبو ده يولع لنا شعرنا. ده يولع طبعا. بس عشان كده بنقول يا ريهام في منتجات رديئه، ركزوا في منتجات رديئه. لو وعلى فكره ممكن تكون غاليه او رخيصه مش شرط، بس هي الميزه الوحيده اللي نقدر احنا نعرفها نمسك العلبه كده ونقلبها ونقرا الحاجات دي. هي بخط صغير بس مهمه. نقرا. ماما بيكتبوها بخط صغير، يعني هنا تلاقيها خط كبير لان كلها حاجات طبيعيه. الحاجات الصغيره دي اللي لازم نضاره مكبره. بصي يا ريهام انا عايزه اقول لك حاجه، الاول نتعلم نقرا ان احنا نعرف ان ده النوع شعر اللي عندنا الشعر الجاف. بالظبط. هو كده ده انا بحاول لسه يا ريهام معاهم في نقرا ده للشعر الجاف وده للشعر الدهني. يا جماعه نقرا والله، ده شعرنا وبتصرفوا عليه مبالغ كتيره قوي، وعلاجه بيتكلف وما بيرجعش زي